ورا كل نجم في الملعب في أب تعب وعرق، فلاح مدرس أو تاجر ضحى واشتغل من الفجر لليل علشان ابنه يحقق حلمه لحد ما خرج من البيوت البسيطة دي أسماء كبيرة زي أبو تريكة وصلاح وزيزو. عايزين تعرفوا الحكاية؟ كملوا الفيديو للنهاية. ورا كل نجم كورة بيحبوا الملايين في حكاية كفاح طويلة محدش بيشوف تفاصيلها غير أهله وبيته. اللعيب اللي بيقف في الملعب قدام الكاميرات ويهتفوا له الجماهير في الأصل ابن بيت بسيط. في أب ضحى واشتغل علشان يفتح طريق لابنه يوصل لحلمه، ودايما الكاميرات بتجري ورا الجون والمهارة، لكن نادر جدا لما حد يسأل مين الراجل اللي واقف ورا ابنه لحد ما وصل. خد عندك مثلا الكابتن محمد أبو تريكة الساحر اللي عشقته جماهير الأهلي ومصر كلها. أبو تريكة دايما كان بيحكي عن والده البسيط اللي كان شغال جنايني في قريتهم ناهية بالجيزة. ابوه كان من النوع اللي عمره ما يقعد في البيت من غير شغل مهما كبر او تعب، حتى لما ابو تريكة نفسه حاول يقول له ارتاح يا والدي كفايه انا اقدر اصرف عليك، كان بيرفض ويقول له الشغل عمره ما يعيب وانا اتعودت اعرق علشان اعيش بكرامه. الحكايه دي كانت سبب كبير في تكوين شخصيه ابو تريكة المتواضعه اللي رغم الشهره والنجوميه فضل يعيش بسيط زي ما اتربى. اما حكايه محمد الشناوي الحارس الامين فوراها اب عاش عمره كله في كفر الشيخ. والده السيد محمد الشناوي جمعه كان فني صيانه تلفزيونات. تخيل راجل بسيط بيقضي ايامه ماسك في مفاجأة ومكوات لحام يصلح شاشات الناس واجهزتهم. حياته كلها كانت خدمه ورزق بالحلال. الراجل ده رحل عن الدنيا من كام يوم وساب ذكرى طيبه عند اهل بلده اللي كانوا بيشهدوا له انه كان راجل مكافح، وده يورينا قد ايه ان العظماء بيجوا من بيوت عاديه. ولو رحنا على احمد سيد زيزو نجم الاهلي الحالي هنلاقي ابوه راجل مختلف شويه. كان مدرس في المدرسه الثانويه العسكريه في المنيا، وده حسب مصراوي. مدرس يعني راجل علم وتربيه، وده انعكس في شخصيه زيزو اللي معروف بانضباطه وروحه العاليه. والاجمل من كده ان والده مش بس كان مدرس، ده كمان بقى وكيل اعماله، واقف جنبه في كل خطوه من مشواره الكروي. يعني مش بس رباه وعلمه، لا كمل المشوار معاه بايده لحد ما شافه واقف الاستاد قدام الاف الجماهير. وبالنسبه لاسطوره العالم محمد صلاح ابن قريه النجريج بالغربيه، فده بقى مثال حي على ان النجوميه بتبدا من بيت صغير. والده كان موظف حكومي عادي جدا، بعدين قرر يدخل مجال تجاره اللحوم وفتح محلات، ومع تعبه والمجهود بقى عنده متجر للحوم. دايما يتكلم عن ان ابوه كان سبب كبير في نجاحه، وازاي كان بيركبه عربيه صغيره عشان يروح تدريبات من قريته لطنطا، ساعات يبات بره البيت علشان يلحق تمرينه بدري. وده اللي خلى صلاح يحافظ على شخصيته المتواضعه رغم انه من اشهر لعيبه الكوره في العالم. اما محمد النني نجم ارسنال السابق فحياته مختلفه شويه. والده نفسه كان لاعب كوره في نادي بلديه المحله، وكان من الفريق الذهبي اللي صعد بالنادي للدوري الممتاز. يعني هنا مش بس اب بيشجع ابنه، لا ده اب عاش لعب الكوره بنفسه وساب اثر كبير في ابنه. وبعد ما اعتزل اللعب فضل شغال مدرب في قطاع الناشئين يعلم اجيال جديده. النني ورث حب الكوره مش من فراغ، دي كانت في الدم اصلا. القصص دي بتعلمنا ان الشهره اللي بنشوفها مش بس نتيجه موهبه، لكنها كمان ثمره عرق اب وام تعبوا وربوا ضحوا ورا كل هدف بيهدف له الجمهور في ساعات طويله من سفر وتدريب ومجهود. وفي اب بيصحى بدري او يشتغل ليل طويل علشان ابنه يحقق حلمه. وفي الاخر لازم نفتكر انه ورا كل لعيب ناجح اب اشتغل بشرف وام ضحت بحب. يمكن اللاعب يرفع الكاس على المنصه، لكن الاب والام هم اللي شايلين الكاس جوه قلوبهم من زمان.